اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم نجوى عبد العزيز، الصحفيه القضائيه، والنهارده بنتابع لكم برضو قضيه الدكتور اسامه صبور. اسامه صبور اللي صديقه او تم انهاء حياته على طريقه سفاح الجيزه. صديقه طبيب زيه قام بقتله ودفنه، بانهاء حياته ودفنه في عيادته، لان عيادته في الدور الاول من البنايه اللي موجوده في الخلفاوي، في منطقه تبع الساحل بشبرا. فعلا عدوك ابن كارك، طبيب زيه هو اللي انهى حياته. ازاي عثروا عليه؟ بس انا مش عارفه. لكل طبيب او لكل عياده يا جماعه، اهلا بيكم الساده الرواد معايا، حبايبي اللي بيتابعوني دلوقتي واللي هيتابعوني بالليل وبالنهار وفي كل وقت. انا معاكم نجوى عبد العزيز، الصحفيه القضائيه. مش عارفه، في كل عياده دايما يا جماعه بيبقى فيه تمرجي، بيبقى فيه سكرتيره، بيبقى فيه ممرضه. ازاي ما فيش كل ده؟ وازاي يعني لو كانت موجوده مش كانت تاني يوم راحت تفتح، كانت تعثر عليه، او راح يفتح كان يعثر على الطبيب الشاب الجميل اللي انهيت حياته بطريقه بشعه. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. فاكرين سفاح الجيزه اللي قتل صديقه وتوالت جرائمه الجنائيه في في انهاء حياه الباقيين؟ انهى حياه صديقه وحطه ودفنه في قلب شقه كان هو بيسكنها في بولاق الدكرور. هكذا فعل الطبيب. للاسف قذافي اللي هو السفاح ده بتاع الجيزه ده، للاسف ممكن يكون متعلم او مش متعلم، بس الطبيب في قلبه رحمه، اسمه ملاك الرحمه. مش الممرضين وبس، لا، والاطباء كان يعني المفروض في قلوبهم رحمه. ازاي يعني يقال ان هم صديقين ويقال ان هو صديق واحد، ولكن النهارده تم القبض على الطبيب، واحيل للتحقيق. طبعا التحريات الاوليه بتقول الكاميرات جابته، يعني ما فيش اي حاجه، لا داعي للفرار، يعني زي ما بيقولوا الكاميرات جابته وهو نفس الطريقه اللي تم ارتكابها قبل كده لقذافي الجيزه. نفس الطريقه برضو انهى حياه صديقه ودفنوا في قلب الارض في الدور الاول. بس بعد ايه بقى؟ في عيادته، داخل عيادته، شفتوا الجساره اقول ايه، واللدد في الخصومه والغل والكلام ده كله عمل فيهم ايه؟ في قلب عيادته تم ده. معقوله وصل الحال باطباء متعلمين بيداووا المرضى قلبهم رهيف؟ امال بيعملوا ايه في المرضى بقى؟ يعني ده كان بيتعامل مع المرضى ازاي؟ سواء ده او غيره، كان سواء ده او لو كان في حد معاه، بيتعاملوا ازاي مع المرضى؟ لما يقتل زميل ليه بالمنظر ده، وكمان يشوه وشه عشان ما حدش يتعرف عليه، وكمان يسيبه ويمشي، وكمان يدفنه. يعني حاجه بشعه، يعني قاتل ودفان وكل حاجه. المهم ان النهارده اجهزه الامن الحمد لله نجحت في القبض عليه واحالته لجهات التحقيق. الطبيب اسامه صبور او اسامه توفيق صبور كانت جنازته النهارده موكب جنائزي مهيب. تخيلوا، عمركم شفتوا ان يجي مثلا يعني الاهالي وهم بيخرجوا النعش من المسجد، مسجد النصر بهي في الشرقيه، بيزغرطوا الستات زغرطت ليه؟ لان هم قالوا انه عريس السماء هو الشاب لسه عنده 30 سنه، شاب جميل، بيقولوا ان هو صاحب خلوق، ان هو شاطر في مهنته. طبعا جه القاهره فتح عياده، هو طبيب في مستشفى شهير قوي. الطبيب ده اسمه عنده 30 سنة، جه مصر أو جه القاهرة وفتح عيادته في الساحل. فجأة تغيب عن بيته
تغيب عن اسرته، بيتصلوا بيه طبعا ما فيش حد بيرد. راحوا الاهالي كمان، اهالي المكان اللي فيه العياده شموا ريحه وحشه قوي، يعني ريحه كريهه طبعا، لان هو كان بقاله 4 ايام منهي حياته على يد صديقه، منهي حياته على يد صديقه. فطبعا الريحه لازم تظهر، ده بني ادم ومات غدرا. حتى لو مش كده، اكرام الميت دفنه، يعني انت انهيت حياته ومثلت بيها وشوهت وشه وكمان دفنته في حته مش مؤهله لدفن الموتى. اعوذ بالله يا ربي، اعوذ بالله بجد من هذه القلوب الغليظه، ويل للقاسيه قلوبهم. المهم ان هو جه، جت تزامن الريحه مع ابلاغ اهليته، فجت الشرطه خدت اذن من النيابه وفتحوا العياده، لقوه عثروا عليه فعلا جوه العياده مدفون، لان الريحه قادتهم لمكان الدفن، لمكان الجريمه واثرها. طبعا تم نقله واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب وكيفيه الوفاه والاداه المستخدمه فيها. طبعا النهارده تم دفنه في بلده هي بالشرقيه عليه رحمه الله. كانت جنازه كبيره جدا. يعني احذر من صديقك 1000 مره، واحذر من عدوك مره، واحذر من صديقك 1000 مرة، لأنه أعلم بالمضرة فعلا، وعدوك ابن كارك. يعني حاجة بشعة، بشعة جدا جدا، وبطريقة مش كويسة. الكلام ده يا جماعة تم يوم السبت اللي فات، يوم السبت اللي فات، وتم اكتشافه من يومين، وتم الدفن النهارده، وتزامن النهارده ضبط المتهم في القضية. وقالوا في في كلام مبدئي بيقول ان هو كانوا على خلاف مع بعض، حتى لو على خلاف يؤدي للطريقه البشعه دي. طبعا كفانا الله وكفاكم شر هذا، ورحم الله هذا الشاب اللي كان في مقتبل العمر وكان شاطر جدا في مهنته. وبالمناسبه هو نائب رئيس قسم العظام في مستشفى شهير جدا جدا، والاثنين دول تقريبا كانوا معاه في نفس المكان. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم لما جابوا يفرغوا الكاميرات لقوا ان الدكتور اسامه المجني عليه دخل العياده وما خرجش، يبقى اكيد مكانه جوه العياده. دوروا عليه في شغله طبعا مش موجود. اسرته بلغت بغيابه، لقوا قالوا نفرغ كاميرات. ما هو طبعا المستشفى اللي هو فيها يعني مش موجود، دوروا عليه. العياده هي اللي مقفوله، قالوا نفرغ الكاميرات باذن من النيابه العامه. لقوا ان الدكتور المجني عليه دخل وما خرجش من عيادته، اذا هو موجود جوه. خرجوه طبعا وعثروا عليه، عثروا علي وتم نقله للمشرحه، وتسلمته اهليته النهارده، وصلوا عليه عليه رحمه الله في مسجد النصر بهية. طبعا فرغوا الكاميرات تاني، لقوا المتهم وهو داخل موجود، جايباه الكاميرات. فطبعا تم القبض عليه واحيل لجهات التحقيق. لسه هنتابع مع بعض، وهتابع لحضراتكم ان شاء الله اللي هتسفر عنه التحقيقات، هقولها لكم ان شاء الله اول باول رسميا من الجهات الرسميه، بعيد عن التحريف والتزييف، وبعيد عن الاهواء اللي الناس بتحطها عشان تزود الكلام اللي ممكن يضر بالقضية. لكن العدالة عمرها ما بتنضر، والعدالة مغمضة عن كل كلام فيه ترهات وعن ما يحدث من لت وعجن بعيدا عن القضية في بعض المنصات. دي كانت متابعتنا النهاردة. تم طبعا دفن الطبيب الشاب أسامة البالغ من العمر في العقد الثالث من عمره. طبعا تم دفنه، وتم يعني التحفظ على مكان الواقعة وهي عيادته، وتم القبض على المتهم تزامنا مع دفنه النهارده. ايه اللي كسبه المتهم
او لو حد كان معاه بيساعده. ايه اللي كسب المتهم لو كان بمفرده؟ ضاع مستقبله وضيع مستقبل طبيب واعد كان ممكن يبقى علامة في مجاله، وهو كان ممكن يبحث عن شغل تاني لو كان في بينهم اي خلافات او ضغائن، وكان ممكن يشق طريقه بعيد عنه ويتركه الحال سبيله. لكن يجي الغدر من الصديق ويدخل يقتله وياخد راحته ويعمل كل ده فيه ويشوه وشه ويدفنه جوه عيادته، يا له من فجر حقيقي حقيقي. لدد في الخصومة، الله أكبر الله أعظم يا عزيز يا رب. لدد في الخصومة إنه هو عمل كده. طبعا أنا عشان